محمد الشناوي قرب يوصل لمرحله شريك اكرامي. في الحقيقه ان النادي الاهلي متخصص في دفن اللاعب، ان محمد الشناوي مع ضغط المباريات الكتير جدا والبطولات الكتير جدا اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، دايما محمد الشناوي هو الحارس الاول والسابق، وده طبعا بيعمل له اجهاد بدني كبير جدا، ده خصوصا ان محمد الشناوي بيكبر في السن واحده ورا واحده، فبالتالي طبيعي جدا نشوف منه المستوى الهزيل اللي ظهر بيه في نهائي كاس السوبر. طب ليه مثلا ما نلعبش واحد زي شوبير واللي كان السبب في تتويج النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه الاخيره؟ شاب وصغير في السن وعنده لياقه عاليه وما بيلعبش عشان واسطه ولا حاجه، بالظبط نفس اللي حصل مع احمد عادل عبد المنعم، وده لما كان شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي الاساسي وحارس منتخب مصر الاول، واللي طبعا ما حدش يقدر ينكر ان شريف اكرامي كان عنده فتره من الفترات الكبيره جدا والجامده جدا اللي وصل فيها ان هو عمل اكبر كلين شيت في تاريخ دوري ابطال افريقيا، لكن مع توالي المباريات والضغط النفسي والمجهود البدني اللي كانوا بيعملوه وصل شريف اكرامي لدرجه سموه فيها للاسف فورمه افريقيا، واللي كانوا بيوصفوه المعلقين في الوقت ده انك لو شطت عليه ثلاجه هتخش جول. ومين في الوقت ده اللي كان على الدكه واللي كان مستني اي فرصه عشان تجيله، واللي جاب لنا الكونفدراليه برجل واحده وهو مصاب وعنده رجل مش قادر يدوس عليها وقدر